وش رايكم بسلطان؟ سلطان ذا عسل، دمه خفيف وقلبه طيب ورجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم بارك في ذريتي وبارك في إخوتي وبارك في أولادي. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لأخواي وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين في جميع أنحاء العالم يا رب العالمين. حبايبي، أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. النهاردة هنتكلم في الموضوع ده هو غاية في الأهمية. بالنسبة إن كل أسرة بيبقى فيه عندها عروسة بنت على وش جواز، فالبنت دي بيتقدم لها ابن الحلال. فطبعا الأسرة بتبقى فرحتها لهم عريس لبنتهم، يعني بمعنى أصح جالهم عدل بنتهم. أهلا وسهلا، مبروك، ربنا يتمم بكل خير. طيب إيه اللي يتم في اتجاه هذا العريس قبل ما يخش عتبة البيت بتاعتنا؟ طيب سألنا عليه وبقى إنسان كويس بنسبة 50-60%. أهلا وسهلا بيه. طيب هنا بيتم قراءة الفاتحة وبيتحدد ميعاد الخطوبة. المهم بتبقى القعدة قعدة عائلية. طيب هنا ما بيدوش فرصة للعريس أو الإنسان اللي هو هيبقى فرد جديد في العائلة الكريمة أو في الأسرة الكريمة إن ياخد راحته مع بنتهم في الكلام. بمعنى لازم تدولهم مجال إنهم يقعدوا مع بعض يتكلموا مع بعض، بس ده في حدود الشرع. هم يبقوا قاعدين كده قدامك يا حاج أو أنت يا حاجة وكأنكم مش موجودين، وهم يقعدوا يتكلموا براحتهم بحيث كل واحد يعرف أو يتعرف على التاني. لأن أهم حاجة التعارف على داخليات كل واحد منهم، من العريس ومن العروسة، وخصوصا العروسة، لأن العروسة اتقدم لها، أصبح في ذمتها كده إن ده خطوبة اتحسبت عليها. إن طالما اتقدم لها واحد ووافقوا عليه يبقى لازم يبقى فيه عملية دراسة كاملة. بمعنى هو جميل وحلو وشيك وعسولة وعني خضرة زي كده وشعره أبيض وشعره مسبسب وتمام التمام، بس توصلي لحاجات غاية في الأهمية. الحاجات دي انت هتقابليها لما يتقفل عليكم باب لوحديكم، ألا وهي إذا كان إنسان بخيل، إذا كان إنسان أخلاقه وحشة، إذا كان عصبي، إذا كان كل التصرفات دي تحاولي تعملي عملية اختبار بدون ما ياخد باله. تختبريه، تعملي له اختبارات، تفرزيه، بحيث لما تيجي ربنا يكرمك إن شاء الله وتوافقي على كتب الكتاب. وحتى كتب الكتاب دي ليها موضوع تاني هتكلم فيه. لما تقرري ان دوت هيبقى زوجك بعد كام اسبوع، بعد كام يوم، بعد كام شهر، هتروحي البيت عنده ويتقفل عليكم باب انتوا وهو. لازم تكوني وصلتي لنسبة 85 لا تقل عن 70% من الاطمئنان لهذا الشخص.
اللي انت هيبقى زوج المستقبل وأبو أولادك، وهو بالمثل برضه، لأنك انت هتبقي أم أولاده وتحملي اسمه وتحملي برضه عياله، وهتبقي انت دنيته. هيروح الشغل ويسيبك في البيت، فلازم يبقى مطمن ان في انسانة حكيمة في البيت تصرفاتها عقلانية، ان ظروفه اذا كانت المادية يعني يا دوت على القد هتقدري تمشي البيت ومن الحاجات دي. فطبعا انا بتكلم بالنسبة كأب او جد ليكو، ورجاء من اخويا او اختي والدي العروسة ما يستعجلوش على عملية ان بنتهم تتجوز بسرعة. ده بيبقى اكبر مشكلة يا جماعة، اكبر مشكلة انتوا بتعملوها بتقعوا فيها، واللي بتقع فيها وبتشيل الهم اكتر اللي هي العروسة. بتقول انا فوجئت ان تصرفاته كده، ما كنتش اعرف اللي هو كده. يعني من الحاجات الكلام اللي احنا بنسمعه من بعض البنات بعد ما يتجوزوا يبقى حصل عملية الصدمة. خلوها براحتها خالص يا جماعة، بس يبقى في تحديد مدة لا تقل عن سنة، مش عملية اللي هو جاهز والراجل ما شاء الله ربنا يوسع علينا وعلى الجميع يا رب، حاجته شقته جاهزة والعفش يبقى فيه حاجات بسيطة يقدر يحضرها في شهر في 2 في 3. ده قمة الاستعجال وده أكبر غلط. وده يعني فيديو بسيط، أتمنى المتابعة والاشتراك، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله هقدم لكم حاجات تانية، نصايح تانية، سواء للزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأخت أو لكافة الأسرة. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم.